القانون لا يحمي المغفلين ولا المتغفلين ولا الطماعين. بصراحة الكلمة دي مش عجباني، وانا رأيي ان القانون لازم يحمي كل الناس. تخيل معايا عشرات المليارات من الجنيهات حالات نصب مسجلة حصلت في مصر ما بين 2021 لحد نهاية 2023، ومش هقول الارقام اللي انا عرفت احصيها. المشكلة فعلا مش في الرقم ولا اتنصب على الناس دي ازاي، المشكلة عندي في التكرار، وده اللي مجنني. النصاب اللي بينصب عليك واللي احنا اطلقنا عليه لقب المستريح عشان بنبقى شايفين ان عيشته ارتاحت وده اللي بيعرف يقنعك بيه، هتلاقيه دايما بيعرف يدخلك ويلعب عليك من الناحية العاطفية. النصاب دايما يا صديقي بيكون عنده حاجة اسمها emotional intelligence قوية جدا، وعارف هيدخلك منين وازاي. هيدخلك لابس جلابية وماسك السبحة في ايديه وزبدة الصلاة في وشه، ولا هيدخلك ببدلة سينيه وعربية اخر موديل، او ممكن يبقى من ذوي الاحتياجات، او ممكن يكون بيتكلم لغات، او ايا كان الشكل اللي هيعرف يستخدم فيه الذكاء العاطفي. الملاحظ بقى ان اغلب الحالات بتاعة النصب بتاعة المستريح بتبقى خارج القاهرة. فكرك ليه؟ من وجهة نظري ده بيكون بسبب قلة الوعي المالي أو الجهل المالي، والسبب التاني طبعا هو الطمع. وعشان كده أنا صوتي اتنبح بقالي سنين مع المؤسسات المالية كلها، بقول لهم ركزوا مع الأقاليم وسيبكم من القاهرة والإسكندرية، عشان الفلوس اللي بجد موجودة في الأقاليم. وعشان أديك مثال، تخيل كده معايا واحد في الغربية قدر يقنع شوية من الناس ان تجارة الورق بتكسب قوي وعرف يلم منهم 400 مليون جنيه، ولا التاني اللي في مغاغة اللي لم من الناس 1.5 مليار عشان يشغلهم في المحاجر وفي الرخام. واحدث اتنين طبعا ال 2 مليار جنيه بتوع ادفو بتوع اسوان اللي كانوا شغالين في المواشي، والمليار الاخرانية اللي البلوجر لمتها من الناس بتشغلها في اكسسوارز وملابس. خلاصة الكلام للمرة المليون، ما تديش فلوسك لجهة مش مرخصة، وما تديش فلوسك وتعبك وشقاك لشخص مش مرخص. وعشان تتعلم ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت عشان فعلا فيها كنوز بفلوس. ولو عايز تشوفني تاني سيب لي كومنت وهجاوب عليك في الفيديوهات اللي جايه.